العجله عملتها معانا. هو ده وقته برضه؟ معلش مش عارف اصطبحنا بوش مين النهارده. فين العجله دي؟ انت العجله يا عملتي ايه يا نوال؟ ما تخافيش، جبت لك الحقنه اللي هتنزل لك اللي في بطنك. الحقنه دي مش خطر عليا؟ يعني هم عملوها عشان يموتوا بيها الناس. طب في حد قبل كده جربها؟ بيقولوا في ستات كتير جربوها. بقول لك يا زهره، انت لو خايفه بلاش. بلاش ازاي يا نوال؟ ربطني كل يوم والتاني عماله تكبر على اليوم اللي قبله. روح بس فين من الناس؟ الناس؟ الناس ولا اللي انت فيه؟ انت اللي سكتي يا زهره. كنت عايزه نعمل ايه بس يا نوال؟ تعملي ايه؟ تقلبي الدنيا وتهدينا، تروحي تبلغي على ابن الكلب اللي عمل العمله السوداء دي. ما قدرتش، كنت خايفه جدا، خايفه من الفضيحه. الفضيحه؟ الفضيحه ولا اللي انت فيه؟ قولي لي بقى، لما تتجوزي هتعملي ايه؟ هقول له الحقيقه وهيصدقك ان شاء الله. عدله ما صدقني. كفايه اللي انا فيه. انا خلاص كرهت جسد الرجاله. كلهم عايزين الخير يا نوال، كلهم عايزين الخير. بالشفا ان شاء الله. كتر خيرك يا زهره، ما تحرمش منك. في الحقيقه يا اما انا مش عارف اتشكر لها ازاي على تعبها معانا. ما تقولش كده يا سي جلال، دي الست والدتك زي والدتي بالظبط. عشان كده انا مش هنوصيكي عليها. يا لهوي توصيني عليها؟ ده انا ما شفتش حد اطيب منها. بتهيألي لما بتدعي لك ربنا بيوفقك ويفتح لك كل السكك المقفوله. بدايله من كل قلبي والله، هو انا ليا غيره؟ وانا كمان يا اما ماليش غيرك. مش عايزه مني حاجه قبل ما امشي؟ عايزه سلامتك، يربحك ويرجعك دايما غانم سالم يا جلال يا ابن نعيمه. ابسط يا عم، دعوه على الماشي اهي. هو انا عايش غير ببركتها؟ لا 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 لا، كتر خيرك يا سي جلال، انت خيرك مغرقني. خدي منه يا زهره، انت تستاهلي كل خير. خلاص بقى ما تكسفيش امي بقى.
يلا اشوفكم بخير. تروح وترجع بألف سلامة. يسلمك ربنا من كل راضي. السلام عليكم يا رب. مع السلامة. السلام ورحمة الله وبركاته. أعدلك المخدة يا ست الكل. كتر خيرك. اهو كل مرة يجي جلال واشوفه اقول دي اخر مرة هشوفه فيها. ما تقوليش كده يا حبيبتي، بعد الشر عليك، ربنا يديك طول العمر. مش عايزة حاجة مني. سلامتك يا زهرة. طب لو عوزتي أي حاجة اضربي بس الجرس اللي جنبيكي ده وأنا هجيلك على طول. إيه ده، أنت لسه هنا؟ وانا اقدر امشي قبل ما اشوفك؟ كل ده وما شفتنيش؟ اعمل ايه بقى يعني، ما انت بتوحشيني على طول. وبعدين معاك بقى يا سي جلال. الحب غلاب يا زهرة. بسرعة كده؟ انا بقالي شهر بشوفك كل يوم وتقولي لي بسرعة. هو أنت مسافر بورسعيد؟ ايوه، نفسك فيه اجيبهولك المرة دي. ياه، نفسي في حاجة كبيرة قوي الدنيا دي كلها. بس كده؟ ده انت تأمري، عايزة ايه؟ المرة الجاية بقى لما تيجي بالسلامة. الجميل ماله النهارده؟ جلال، ايه مالك؟ في ايه يا زهرة؟ مش عارفة أقول لك إيه يا جلال، عندي خبر وحش قوي. امي؟ باقية في حياتك. امي ماتت؟ شد حيلك يا جلال. هي ماتت امتى؟ ماتت بعد الفجر. انا لازم اخدها ادفنها في بورسعيد. متشيلش هم يا جلال، أنا هاجي معاك. انا مهما حاولت اشكرك يا زهرة مش هوفيكي حقك. انت عملت معايا اللي ما تعملوش اخت لاخوك. ما تقولش كده يا سي جلال، انت تستاهل كل خير. انا همشي بقى. طب انا هوصلك. لا خليك، انت تعبان ونمتش طول الليل. ما انت كمان تعبت قوي يا زهرة. اشوف وشك بخير يا فوزية. بيخلينا نشوفك، احنا حبيناكي والله. والله العظيم وانا كمان. مع السلامة يا استاذ عبد الحميد. مع السلامة ست زهرة. مع السلامة. هرجع لكم يا عبد الحميد. ست طيبة والله يا عبد الحميد. بنت حلال. جبت لي التذكرة؟ اه يا زهرة جبت لك التذكرة. كتر خيرك. وخد شوية الحاجات البسيطة دي معاكي. ايه دول يا جلال؟ لا دي حاجات بسيطة كده. ربنا يكرمك. بقول لك ايه، دلوقتي فاضل على الاتوبيس حوالي 3 ساعات على ما يقوم. وانا بصراحة كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع كده. ما تيجي نقعد في حتة كده نشرب حاجة نتكلم كلمتين. خير يا جلال؟ انا عارف يا زهرة ان الظروف مش مناسبة، بس انا خايف ما اشوفكيش تاني. ليه بتقول كده؟ ما انت عارف المكان اللي انا بشتغل فيه. تتجوزيني يا زهرة؟ ايه مالك سكتي ليه؟ ما ردتيش يعني؟ اصل في الحقيقة يا جلال انت فاجئتني. بصراحة بقى ما اخبيش عليك، الموضوع ده في دماغي بعد ما شفتك باسبوع. حتى انا حكيت لأم الله يرحمها، فرحت قوي وقالت لي انت لو ربنا كرمك بواحدة زي دي تبقى اتفتحت لك طاقة القدر. ها ايه رأيك يا زهرة؟ رأيي في ايه؟ مفيش جواز بيتم بالشكل ده يا جلال. طب اديني فرصة افكر. خلاص يا زهرة، انا هنزل لك بعد يومين تكوني فكرتي. انت مستعجل قوي كده ليه يا جلال؟ مستعجل ايه بس؟ زهرة انت ما تعرفيش مشاعر ايه من ناحيتك. لا عرفت يا جلال، وشفت كمان شهامتك وجدعنتك ورجولتك، بالذات لما سبت لي المطرح كله لما بيت عندكم لوحدي. بس انا محتاجه افكر كده اسبوع
عشان اعرف افكر كويس قوي. جرى يا جلال، ما تنزل بقى تشوف شغلك شويه. يا بنتي سيبينا نتسلطن شويه. السلطن ايه؟ احنا بقينا العصريه يا جلال. انا من ساعه ما اتجوزتك ما شفتكش يعني رحت شغلك ده غير مرتين بس. وانت مالك؟ انت غرمانه حاجه من جيبك؟ قلت لك سيبيني اكمل النفسين بتوعي عشان اكمل السلطنه وغوري من وش السعادي. اغور؟ ما انت مش عايزه تسيبيني اكمل سلطان. انا عايزه مصلحتك يا جلال. لا يا ست، انا مصلحتي ان يبقى جيبي فيه فلوس، اول ما الفلوس تخلص ابتدي ادور على مصلحه جديده. خلاص اتكلي بقى غوري. ما بالذمه ده كلام برضو. بقول لك ايه، اعملي حسابك، انا جاي لي الليله دي شويه اصحابي يسهروا معايا، تعملي لنا عشاء يكون على المزاج. هو كل يوم عشان احنا حلتنا فلوس اصلا؟ انت مال قالك؟ انت دافع حاجه من جيبك؟ يلا غوري. اخص عليك يا جلال، انت اتغيرت قوي. اهو طلع نقبك على شونه يا زهره. كنت فاكره ان جلال ده هو الانسان اللي هيحميكي ويعيشك مستوره ويهنيكي. كنت فاكره بيحبك بجد. اهو طلع اكبر مقلب في حياتك. الله يخرب بيتك، كل يوم تحشيش تحشيش. طب الحل يا زهره؟ هتعملي ايه دلوقتي؟ حبيب قلبي يا قلبي عليك، لا ولو حتى يخاصمني، لا وحبيب قلبي يا قلبي عليك، لا ولو حتى يخاصمني، بيعجبني خضوعي لي وسامحه وهو ظالمني. فاهمين المعاني اللي بتبظ من بين السطور في الكلام؟ بظ. بس يا حوش. يا صباح الدين الايوبي. هي ايه الحكايه يا جلال؟ ده عشان واحد يخبط عليا ويسال عليك، انت بتدبسني فيهم ليه؟ سيبك منه، ما تساليش فيه. يعني ايه سيبني منه؟ انت فعلا واخد من الراجل ده بضاعه؟ وانا اول مره اتعامل معاه. ما انا اخدت منه وسددت له. بس هو بيقول ما خدش منك ولا مليم، وانك بعت البضاعه كلها وخدت فلوسها. افهم بقى انت صرفتها فين الفلوس دي كلها؟ صرفتها مطرح ما صرفتها. هو انا مش ورايا مصاريف؟ مخدرات واصحابك طول الليل. طب ما انت عارفه اهو، امال بتسالي ليه يا غندوره؟ لو صاحبك ده جه تاني اقول له ايه؟ قولي له استنى. ايوه استنى لحد امتى يعني؟ يستنى الحين ميسره. انت هتفلاقيني؟ قومي شوفي لي هاكل ايه يلا. حرام عليك يا جلال، احنا كده بناكل بفلوس حرام. ما تكبرهاش امال. بكره لبس طاقية ده الراس ده والمساله تمشي حلاوه. بالنصب على الناس يا جلال؟ وبعدين معاكي بقى، ما قلت لك ما تكبريهاش. قومي شوفي لي لقمه كلها احسن امك بالجوع. كان عندي حق لما قلت لك سيبني اشتغل. كانوا يدوكي كام يعني؟ 200 300 ما لطوش في الشهر. والله العظيم يا رب اجيب لك بس فلوس منين؟ من معاك؟ انت مش بتشتغلي وبتاخدي ما هي؟ ما انت مقشطني اول باول. اتصرفي، انا دماغي فاضيه ومطبله ومش هعرف انزل شغلي غير لما اكيف نفسي. اعمل ايه يعني؟ خلاص اخبط دماغك في الحيطه. بقول لك ايه؟ هات الغوشه اللي في ايديكي دي. انت بتقول ايه يا جلال؟ ولا اقول لك هات السلسله اللي في يا رقبتك دي. عايز تاخد شويه من الصيغه اللي حيلتي؟ بفلوسي يا روح امك. فلوسك ايه؟ فلوسك كلها راحت على الحشيش وعلى الخمر يا جلال. ما هو انت هتجيبي الغويشه يا السلسله. بقول لك ايه؟ هو انت كل شويه عايز تضربني يا بابا؟ انت بتمد ايدك على وبعدين يا جلال هتعمل ايه في كل الديون والشيكات اللي انت عليك ديت؟ ده انت كاتب شيكات ب 10000 جنيه. قلت لك ما تحمليش هم من اي حاجه انت. يعني ايه ما احملش هم؟ انا خلاص اتفضحت في العماره، حتى الشغل مش رحمني فيه. الدكتور اللي عندي قال لي لو حد جالك هنا تاني هطردك. انا مرتب حالي وهحلها ومش عايز صداع. ايوه ازاي يعني؟ انا هفلسع على الخليج وموصي واحد صاحبي يبعت لي تاشيره وهم يضربوا دماغهم في الحيط. تفلسع يا اخويا؟ على الخليج؟ طب قبل ما تفلسع على الخليج فلسعني من حياتك وطلقني. لا يا كبد امك، انت هتسافري مع جوزك على الخليج. لا هطلقني ومش هسافر معاك يا جلال. مش هطلقك يا زهره، واعلى ما في خيلك اركبيه واضربي دماغك في اجمل حتت. انت اللي تخبط دماغك في اي حاجه يا حشاش يا خمارجي.
مش كفايه مستحمله قرفك؟ مش مستحمله الذل اللي انا عايشه فيه معاك؟ انت بتمد ايدك عليا يا بنت الكلب، بتمد ايدك على سيدك اللي لمك. ده انتوا عيله رمم، اذا كنت انت ولا امك ولا اخوك اللي اسمه خليل. ده ناقص يمد ايده في جيبي يا بنت ده انا واخدك خارج بيوت مش بنت بنوم. انت كمان بتضربيني. انت طالع يا روح امك وورقك هتوصل. اهلا وسهلا يا جلال. وحشاني يا حماتي، وحشاني. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. احنا بنصغر وبنحلو، بقينا زي القمر اهو. بسم الله ما شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل يا جلال. ايه الغيبه الطويله دي؟ ما انت عارفه بقى يا حماتي، اكل العيش. وبعدين انا ما عملتش كل ده الا عشان خاطر عيون زهره حبيبتي. طب وزهره مالها ومال سفرك؟ مالها ازاي يا حماتي؟ انا قلت ان زهره دي لازم تعيش عيشه البرنسيسات، يعني لازم تلبس احلى لبس وتسكن في احلى بيت وتركب احسن عربيه. لازمته ايه يا ابني الكلام ده دلوقتي؟ انت مش طلقتها قبل ما تسافر؟ يا دي طلقتها. ما قلنا يا حماتي زلة لسان وغلطة، وانا صلحتها ورديتها وقلت الكلام ده 100 مرة. انا مش فاهم انتوا ليه كلكم مصرين ان انا مطلقها؟ مين كلكم دي؟ انت وخليل والمحامي المبعجر بتاعها ده. ما هو ده يا ابني اللي حصل. برضه هتقول لي ده اللي حصل؟ امال ازاي الاعلان بتاعي وصل لكم ورجع لي وعليه امضتها؟ يعني عرفت؟ حماتي تعملي فيها معروف وتقولي لي هي فين، اصل انت ما عندكيش فكره يا وحشاني قد ايه. هي مين؟ زهره مراتي. هي مش موجوده. راحت فين؟ خرجت. وماله؟ نستناها. احنا ورانا ايه؟ بس على فكره يا حماتي، البيت ده حلو قوي. هو بيتها؟ امال عايشين فيه ازاي؟ اصله شكله غالي قوي. هي دفعت فيه كام؟ مش فاكره. انت مش ملاحظه يا حماتي ان انا من ساعه ما جيت وانت ما فكرتيش تعزميني على حاجه؟ عايز ايه؟ يا ستي عاوز سلامتك، خليها بعدين. انا دلوقتي تعبان وبفكر اطلع ارتاح فوق شويه. تطلع فوق فين؟ في اوضه النوم. هو مش فوق اوضه النوم؟ انت اتجننت؟ اقعد هنا. البيت ملوش حرمه ولا ايه؟ حرمه ايه يا حماتي؟ بس بيت مراتي، يعني بيتي، عن اذنك. تعالى هنا، تعالى. يا فاطمه. صباح الفل. انت ازاي دخلت اوضه كده عليا؟ فيها ايه يا حبيبتي؟ ايه المقابله الغريبه دي؟ ده بدل ما تقولي لي الحمد لله على السلامه. انت ازاي تسمح نفسك تخش عليا كده الاوضه؟ هو في راجل في الدنيا يستأذن من حد عشان يدخل على مراته وهي نايمه؟ فكريني ايه؟ فكرك ايه؟ انا هتفحك السم الحالي. قوم بره احسن ودينا اكلمك البوليس. لا 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 لا، ما احبش كده. ما تدخليش فيها الدخله دي لحسن انا قلبي رهيف. ها؟ وما بستحملش حد يزعلني. انت عايز ايه يا راجل انت؟ ده سؤال غلط. يعني راجل مسافر بقاله سنين ورجع لمراته اللي كانت وحشاه، تسأله السؤال السخيف ده عايز ايه؟ طبعا من فضلك انزل دلوقتي.
اروح فين يعني؟ هي نزلت تحت هغير هدومي وهنزلك عشان نتفاهم. لا طب ما نتفاهم هنا احسن يعني، مش بيقولوا خير البر عاجله. استاذ جلال، استاذ جلال من فضلك لو سمحت انزل هغير هدومي وهنزل اتفاهم معاك. انا بقيت الاستاذ جلال دلوقتي، بقيت الاستاذ جلال. امال فين جلجل؟ فين حبيبي؟ هي الغربة بتعمل كده في الناس. على كل حال انا هنزل استناكي تحت وهريحك زي ما انت عايزه، بس ما تتاخريش عليا. بس بالمناسبة انت طبخلنا ايه يا زهورتي؟ مالك يا امي اللي حصلت فيكي حاجه؟ اللي بيسمى اللي اسمه جلال عايز يطلع لك فوق اوضه النوم، وانا قمت كده بسرعه عشان احوشه، رجلي اتلوت. معلش يا امي. ليه نشك في قلبه؟ تعالي اقعدي في السرير. طب مش يا اختي. معلش بعد اجيب لك الدكتور دلوقتي. انا عارفه البلاوي دي بتتحدف عليا بس منين؟ طب وانت عملتي ايه معاه؟ صحيت من النوم لقيته قاعد جنبي في السرير، تصوري. يا نهار اسود، ايه الجراءه دي؟ ما كلمتيش البوليس يجي ياخده ليه؟ بوليس ايه بس؟ هو عمال يحلف لي ان انا لسه على ذمته. الله، طلع لنا فين ده؟ طلع منين عفريت العلبه؟ انا عارفه، وبجح كمان وعينيه تدب فيها رصاصه. عارفه الواد فريد جنبيه ايه؟ بونبونيه. هو فين دلوقتي؟ قاعد تحت. قال ايه؟ عايز يتغدى. طبعا فاكر نفسه قاعد في تكيت ابوه. انا من رايي بقى ابعتي جيبي فوزي يجي معاكي يفضل هنا، ما تبقيش لوحدك مع الانطجي ده. ماشي يا أما، هطفحه لحد ما فوزي يجي. الله، تسلم لي ايديك يا حبيبتي. بقالي سنين ما اكلتش اكله حلوه من ايديك. مش انا اللي طبخه، امي هي اللي طبخه. وماله؟ تعرفي ان هي نفسها حلوه قوي في الاكل زي النفس بالظبط. عشان كده قلقتها على وشها ورجليها كانت هتتكسر. لا ما تقوليش كده يا زهره، انا ما جيتش ناحيتها. دي اللي جرت ورايا عشان تمنعني ان انا ادخل عليكي. طب بذمتك في حد في الدنيا يمنع راجل ان هو يدخل على مراته يعني في اوضتها؟ مراته ايه؟ انا مش فاهمه انت ليه غاوي ومصر ان انا على ذمتك؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايه يا زهره؟ هو انا هكدب عليكي في حاجه زي دي؟ خلاص يا ستي، الميه تكدب الغطاس. انا هجيب لك الاعلان اللي المحضر سلمك صوره منه. انت رايحه فين؟ وامري لي بكوبايه شاي تكون تقيله 5 معالق سكر. 5 معالق سكر؟ ليه؟ هتسقي فيها؟ حلوه. تعرف ان انت لسه دمك خفيف قوي. انت فين يا زفت الطين؟ تعالى خلصني من المصيبه اللي انا فيها دي. بقول لك يا زهره، ما تفتحيش معاه اي مواضيع ولا تتكلمي معاه في حاجه لحد ما اوصل. اشغليه باي حاجه. كويس انه اتغدى، حطي له حاجات حلوه بقى كده اشغليه بيها لحد ما اوصلك. ما تقلقيش، كلها 10 دقايق واكون عندك. يلا مع السلامه على طول اهو. ايه؟ انت مستنيه حد ولا ايه؟ المحامي بتاعي. الجدع الرخم المبعجر ده، انا مش فاهم ايه لازمته. كل الحلويات اللي قدامك وانت ساكت. انا اكلت، انا كده 100. التانك جميل. وبعدين انا متعود ان انا بعد الغدا اريح 2 ساعة. تيجي نطلع فوق نريح. انت فاكر نفسك داخل لوكاندا؟ لا يا حبيبتي، انا داخل بيتي. بأمارة ايه بيتك؟ بأمارة ان انت مراتي واي حاجه تملكيها تبقى ملكي. ده انت راجع من الخليج ايه؟ مستنصح قوي. طب ما انت عارفاني يا زهره. ما انت عارفه جوزك. انا عارفه ان انا طول عمري ناصح. وبعدين المساله دي مش جديده عليك يعني. يظهر المبعجر وصل. بقول لك ايه؟ لم لسانك معاه، انا مش عايزه مشاكل. انا برضو بتاع مشاكل يا زهره. طب ده انا حتى ما بكرهش حاجه في الدنيا قد المشاكل. اهلا يا فوزي. السلام عليكم. عليكم السلام يا باشمتر. يا اخ جلال، ايه اللي جابك هنا؟ احنا مش اتفقنا ان كل حاجه والاتصالات تبقى عن طريقي؟ يا راجل اقعد خد نفسك شويه بدل ما انت داخل فاتح صدرك وحامي قوي كده. تخيل يا فوزي، تخيل من قله ادبه
اصحى من النوم الاقيه نايم جنبي في السرير؟ لا يا اخي جلال، المشاكل اللي من النوع ده ما تنفعش معانا احنا خالص. وانت لحد دلوقتي في وجهة نظرنا مجرد زوج سابق لحد ما تجيب الورق اللي تثبت بيه الكلام اللي انت بتقوله. وبعدين دي الاصول يا استاذ جلال، ولا السفر نساك الاصول ولا ايه؟ خلاص يا سيدي، انت هتعمل لي محاضره وتفتح لي جعورتك اللي تشوفوه. احنا مش عايزين نشوف منك حاجه غير الورقه اللي تثبت بيها ان كلامك ده حقيقي. يا سلام، انا مستعد دلوقتي يا اخويا اروح اجيب لكم الورقه اللي تثبت ان كلامي ده حقيقي. اول مره اجيب شنطه هدومي عشان نكمل بقى بقيه حياتنا هنا. لا، الموضوع ده تنساه تماما. انا كل اللي اعرفه اني مشيت من بورسعيد وانا متطلقه منك. جرالك يا زهره؟ ما قلت لك اني رديتك ومعايا ورقه بامضتك، ولا احنا اللي بنقوله هنعيده؟ والله العظيم لا استلمت منك ورق ولا مضيت على حاجه. خلاص يا حاجه زهره، احنا كل اللي بيننا وبينه الاعلان وعليه توقيع. الله الله، ده انت بقيتي بركه، بقى اسمك الحاجه زهره. ده انت ربنا فتحها عليك من واسع. بص يا استاذ جلال، مش معنى ان انت تجيب لنا ورقه عليها امضه تبقى بتاعتها. اديك سامع اهي بتقول لك ما مضيتش على حاجه، يعني الموضوع فيه تزوير وهنوصله للنيابه. وماله يا سيدي، انت هتخوفني؟ نيابه نيابه، ان شاء الله توصل حتى للفيفا. طب من فضلك يا جلال بعد اذنك بقى عشان انا عندي شغل دلوقتي. الله 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 الله، انت بتطرديني بالذوق يا حاجه زهره؟ لا خالص، يا سمح الله، بس انا بتهيالي قمت معاك بالواجب والزياده. يا ستي اذا كان على الواجب كتر خيرك، لكن معلش ملحوقه. احنا على كل حال ميعادنا بكره ان شاء الله، مش كده؟ بكره تحبي الساعه 6 الصبح؟ ليه 6 الصبح؟ جاي تبيع لي لبن؟ انا ست شقيانه لازم استريح وانام. 6 الصبح ايه يا عم حسين الجسمي؟ خليها الساعه 8 بالليل، محدش فضيلك. وايه المواعيد بتاعت الظلام الدامس ده؟ بقول لك ايه، ما تيجوا نخلي الميعاد عندي في الاوتيل، وبالمره تجهزي شنطتك، جيبي كام طقم كده يحسسوني بالدفى زي زمان، اهو نقضي كام يوم، يعني شهر عسل جديد يا بت. شهر عسل جديد يا بت؟ انا مش فاهمه انت شاغل نفسك بالشنطه اللي رايح جاي بيها دي. انسى. لسه بدري يا استاذ، لسه بدري قوي، في تحقيقات ونيابه وشهر عقاري وطب شرعي. اوه انت لبا خلاص، وخبير خطوط كمان يا استاذ. وماله يا سيدي، هتاخد لها ايه الحكايه دي؟ شهر شهرين 3 مش مشكله ابدا يا متر، كاني مسافر ولسه ما رجعتش. ان شاء الله مش هترجع جمعا ان شاء الله. انست وشرفت يا استاذ. يعني انت مالك؟ انت مين؟ انت ايه؟ انت ليه يعني تقول لي انست وشرفت؟ انت مين؟ خلاص يا عم، لا انست ولا شرفت، اتكل على الله بقى، مع السلامه. لا ده انت مصر تبقى قليل الادب وصليت اللسان، ده انت ما تربيتش دقيقه واحده. انت مالك انت؟ ده كان بيت ابوك. واضح ان انت الكرافته دي بقى غرتك فيا، ممكن ابقى بلطجي في ثانيه واحده. البيت بيت انا، شرفت وانست. انا مش عارفه يا زهره يا بنتي ازاي كنت مستحمله الجدع ده، ثقيل قوي. اعمل ايه بقى ياما؟ اسمتي. انت شايف ايه بقى يا استاذ فوزي؟ والله يا ماما انا مش مطمن. مش مطمن ليه؟ انا قلت لك والله العظيم ما مضيت على حاجه. بس ده مالي ايديه قوي من كلامه يا زهره، وده دليل على ان حد قلد امضتك بالظبط. ربنا يأذي اللي عمل فينا العمله السودة دي. بس ياك اللي اسمه فريد ده ما يزودش البله طينه ويروح يبلغ في النيابه هو كمان. انت يا بنتي ذنبك ايه في ده كله؟ ذنبها ان احنا ماشيين اكتر على القانون يا حاجه، لكن مشاكل الجواز دي المفروض اللي يحكمها الشرع بس، زي قوانين الورث والحاجات دي حد يقدر يقوم ناحيتها، لكن قوانين الاحوال الشخصيه دي بقى لازم تتلغي، واللي يمشي اللي تقول عليه الشريعه الاسلاميه. طب انا اعمل ايه مع اللي اسمه فريد ده دلوقتي؟ ده عايز يا اما يشاركني يا اما يبلغ عني ويدخلني السجن. ولا يهمك، اذا طلع كلام اللي اسمه جلال ده في شنك ما تشيليش هم للموضوع ده خالص ولا اكنه حصل. طب وماجد؟ انت نسيت ماجد يا فوزي؟ انا مش عارفه لو رجعت له الذاكره ممكن يعمل معايا ايه. من انجلترا يا فوزي. انجلترا مره واحده بس كده انت هتبعدي عنا قوي يا زهره. حمزاوي بيه بيقول لي ان دي امن بلد ليا وان في ناس كتير هربانه هناك. بس هتهربي ازاي ولا هيخرجوك ازاي يعني وانت طويله كده؟ حمزاوي بيه بيقول لي من الناحيه دي ما تشيليش هم خالص. هو حمزاوي ده بيشتغل ايه بالظبط يا زهره؟ ما يكونش متعهد تهريب رجال الاعمال الى خارج الوطن؟ احنا فاضل لنا قد ايه من القروض اللي احنا واخدينها من البنوك؟ 200 مليون جنيه. حلوين، حولهم لي كلهم على حسابي بره. حولهم لك كلهم ازاي بس يا زهره؟
ده كده هتبقى خبطه كبيره قوي. ولا كبيره ولا حاجه. المهم انا بعد ما اسافر عايزاك تصفي كل اللي تقدر عليه وتحصلني على هناك. توصلي بالسلامه ان شاء الله. وهتاخدي مين معاكي؟ الولاد بس. طب وامك؟ ما انت عارفها يا فوزي، مش عايزه تسافر. انا هقعدها هنا معززه مكرمه وهسيب لها كل الفلوس اللي تحتاجها. فلوس ايه يا زهره؟ انا خايف عليها من اخوك، ما انت عارفه دماغه ممكن تلسع منه كده ولا كده، هيقلبها في القرشين اللي انت هتسيبهم لها. امي؟ انت نسيت امي يا فوزي ولا ايه؟ امي عند الفلوس محدش عارف ياخد منها مليم، تقرقشه باسنانها. طب وهتعملي ايه في موضوع جلال؟ انا الورقه دي ما شفتهاش قبل كده. يعني دي مش امضتك؟ لا مش امضتي، والورقه دي ما شفتهاش قبل كده ولا حتى استلمتها. بعد اذنك يا استاذ جلال، اتفضلك وريني الورقه دي كده. اتفضل يا متر. الورقه دي بقى يا استاذ جلال، مؤاخذه يعني، تلفها وتحطها في جيبك. الامضه دي مزوره يا استاذ. يعني ايه مزوره؟ يعني انا خدتها زورتها؟ الورقه دي استلمها المحضر وراح القسم، خد معاه واحد عسكري وراح لها. انا مش قصدي يا استاذ جلال ان انت اللي زورتها، اللي استلم الورقه دي هو اللي زور امضه الحاجه زهره. يا سلام، وايه مصلحته في كده؟ يعني انت عايز ايه دلوقتي يا جلال؟ عايز اقول لك ان انت مراتي شرعا وقانونا. يعني ايه بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، لكن بالاصول. طب انت بقى مش جوزي. بالعافيه؟ لا بالاصول. انا كل اللي فاكره اني كنت على ذمتك وانت طلقتني، عشان كده اتجوزت. جوازك ده باطل يا ست زهره. اهدى علينا بس يا عم الحليوه، مش في نيابه ومحاكم؟ خلاص يا سيدي، روح النيابه واعمل ما بدالك. هو الموضوع كده؟ ايوه كده. واعلى ما في خيلك اركبه، بس اوعى بقى تقع من عليه. لا، خفيفه الظل. بس لعلمك يا زهره، انا هدفعك التمن غالي قوي. لو ليك حاجه عندي بقى تعالى خدها يا جلال. وماله، بس ما ترجعيش تعيطي يا شاطره. امشي اطلع بره يا جلال. حاضر، انا هتفضل اطلع بره النهارده، بس من بكره هتفضل قوي. هتفضل بس جوه هنا مش بره، وساعتها بقى ما فيناش من العياط. اتفضل يا استاذ. ورد. انا عشت معاك شهرين بالعافيه، عايزني اكمل بقيت حياتي معاك؟ ده انا كنت موت نفسي الله يخرب بيتك. خلاص يا زهره خلاص، انا اطمنت ان الامضه دي مش بتاعتك، كده كل حاجه معانا. انسي وارمي ورا ظهرك، انت مش مسافره، انسي. ايه حبيبتي؟ مالك النهارده، في ايه؟ اقعدي يا ماما، انا عايزه اتكلم معاكي شويه. خير يا حبيبتي؟ انا مسافره بكره ان شاء الله. ايه؟ عندك شغل ولا ايه؟ لسه مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ يعني يمكن اسافر بره البلد، اقعد فتره طويله، ما اعرفش ارجع دلوقتي. يعني ايه مش فاهمه؟ حسبيني هنا انا وولادك. لا يا ماما، انا هاخد العيال معايا، انت متقدريش عليهم. انا عارفه طبعا ان انت متقدريش تسافري معايا، ولازم يكون حد هنا عشان ما يحسوش ان انا خرجت بره البلد. عشان ايه؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا لو استنيت انا ياما هخش السجن. يا نصبتي، بتقولي ايه؟ سجن؟ عملتي ايه يا بنتي؟ ما عملتش حاجه يا امه. يا حبيبتي يا بنتي، بس انت عارفه في ناس كتير قوي عايز تأذيني في شغلي، وانا لازم احل مشاكلي، بس لازم اكون بره البلد يا اما هيدخلوني السجن. ادي اقعد. تلاقيش ان شاء الله خير باذن الله. مدام زهره، يا فندم اتفضلي معانا. على فين؟ في ايه يا حضره الظابط؟ حضرتك مين؟ انا المحامي بتاعها يا فندم. مدام زهره مطلوب القبض عليها. اتفضل يا ابو نسب. مساء الخير. تعالى بقى هوريك حاجه تعجبك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله، نقي بقى كل اللي نفسك فيه. ايه ده؟ سحلفه دي ولا ايه؟ لا دي استاكوزا. الله، طب ما نشرب عليها حجرين. هي دي الاستاكوزا؟ ايوه. طب اشوي لنا 6.
ستة استاكوزات، واعمل لنا 2 استاكوزتين بالصلصه كده، وكابوريا بقى. اقول لك عندكم حوت؟ هاتوا لنا على الترابيزه ونخلص عشان يلا حضروا لي شويه سمك كده. يلا الله. يلا تعالى بقى، تعالى بقى، عايز اخش في الموضوع بقى بتاع اختك زهره. لا انا المره دي بقى جاي لك بموضوع جديد لانج ما كانش على بالك وهيعجبك يا جلجل. يعني ايه؟ ناوي تجوزنا على اختك ولا ايه؟ جوزك ايه وانا شغال خطبه ولا ايه؟ انا هخليك تقابل الحاج فرج. ويطلع مين بقى الحاج فرج ده؟ الحاج فرج ابو اليسر، ايه ما تعرفوش ولا ايه؟ يا عم قول لي، عرفني، نورني. هعرفك كل حاجه. يلا الاستيكوزات بسرعه، استيكوزات. تفهمني ايه؟ اذا كنت بتقول لي انك جوز زهره، امال انا ابقى ايه؟ اسم الله عليك. انا بقى عايزك ما تبقاش حاجه خالص، عايزك ما تبقاش جوزها. بصراحه انا مش فاهمك يا حاج. انا اجيبها لك على بلاطه. تحب تاخد كام؟ انت بتقول ايه يا حاج؟ انا مش زبون، انا لا جاي ابيع ولا اشتري. بس انا بقى عايزك تبيع وتشتري، وهكسبك مكسب عمرك ما كنت تحلم بيه. بس انا لا مؤاخذه يا حاج، ما عنديش حاجه ابيعها. يا سيدي انت مش هتبيع بالمعنى يعني بتاع البيع والشراء. صراحه كده انا عايزك تسيب لي زهره، ام ابني ابو اليسر اللي طول عمري بترجاها من الدنيا. عايز ارجعها بقى وارجع الواد وارجع الميه لمجاريها زي ما بيقولوا. الكلام اللي بتقوله ده يا حاج، انت عايزني اسيب لك مراتي حبيبتي؟ طب بأمارة ايه؟ بأمارة الفلوس اللي هديها لك. لا مؤاخذه، انت جيت في عنوان غلط يا حاج. انا بقى ما عطلكش. استنى بس يا اخي. الله، مالك حمقي كده؟ تقعد بس، اقعد، ما تبقاش خلقي كده. كلام برضو اخد وعطا. انا لسه ما قلتلكش كل اللي عندي. هتقول ايه تاني يا حاج بعد كل اللي قلته؟ ايه الكلام ده؟ انت لا بتحبها ولا حزنون، انت طمعان في فلوسها. ما كفايه بقى يا حاج ونقي ملافظك، انا راجل عندي كرامه، وكفايه بقى الكلام اللي انت عمال تقوله لي من الصبح ده. يا ابني اسمع كلامي، مش هتقدر تاخد منها حاجه. زهره دي ست واعيه، خليك معانا تكسب، انا هبسطك على الاخر. ريح نفسك يا حاج. انا راحتي بقى انك تسيب لي زهره. وانا بقى قلت لك مش هسيب زهره، ومالكش عندي كلام تاني. انت على طول مستعجل كده، احنا لسه خلصنا كلامنا. بقى بعد كل اللي قلناه اللي ما خلصناش كلامنا ده؟ احنا لو كنا بنتكلم في قضيه تحديد النسل كنا لا مؤاخذه حددناه. انت حمقي ليه كده؟ تتكلم يا خليل. اختك كانت بتحب الاخ ده، سكت ليه؟ عايزني اقول الحق يا حاج ولا ابن عمه؟ الحق طبعا. تحب احلفك على المصحف؟ لا ما تحلفنيش على المصحف، انا هقول الحقيقه. في الحقيقه اختي من ساعه ما رجعت من بورسعيد وهي كرهت المدينه الحره ومش طايقه تبص في خلقتها. خلقت مين ياض يا خليل؟ خلقتك انت، خلقتك انت. ده يا جلال عاوز ايه؟ عايز بعد ما تضرب اختي وتطلقها تيجي من بورسعيد تقول انا بدوب فيك يا جلجل؟ انا بقى عمري ما مديت ايدي عليها. مش هي اللي طلقتك؟ ازاي يا حاج كرامتك تسمح لك تحب واحده هي اللي طلقتك؟ كنت عايزها تعمل ايه؟ ما هي معذوره برضه. انا لفقولي قضيه مخدرات ورموني في السجن 15 سنه. كنت عايزها تستناني 15 سنه؟ الكلام ايه اللي بتقوله ده؟ لما انت حكموا عليك ب 15 سنه، امال انت هنا ازاي؟ ولا عملت الدنيئه وهربت من السجن يا حاج؟ لا يا حبيبي، انا مش لومانجي. انا لو كنت هربت زي ما انت بتقول ما كنتش لقيتني قاعد في الهيلمان ده. انا راجل شريف وبريء. محكمة استئناف برأتني ورجعت لي مراتي كمان. مراتك ده ايه؟ انت بتعرف تقرا يا حجيج؟ خد الورقه دي، يبقى اقراها كويس ويا ريت تحتفظ بيها، ولا اقول لك وانت قاعد على المكتب كده تتسلى وتبروزها وتحطها قدام عينيك. شوف بقى، انا هجيب لك من الاخر. انا هكتب لك شيك على بياض وانت حط الرقم اللي يعجبك. انا مش هجادل معاك يا حاج. يبقى استبينا. طب اديني مهله افكر. هما يومين بالكتير، والا هتندم وهتخسر الجلد والسقط زي واحد غيرك عملها قبل كده. الحمد لله على السلامة. بابا العمومية يا فندم، باب كبار الزوار عشان خاطرك يا حاج.
فوزي ايه؟ شوف لي بسرعه الشنط والداد والولاد ها عشان امشي كده. طيب ممكن تتفضلي معانا مدام زهره؟ اتفضل يا فندم. ايه الحكايه حضرتك؟ يا فندم مدام زهره جايه هنا عشان تسوي كل حاجه. وماله؟ تتفضل عندنا الاول، في اجراءات لازم تتم. ايه الحكايه يا فرج؟ انا مش عارف، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم ايه؟ دول هيقبضوا عليا. يقبضوا عليك ايه؟ انت موقفك القانوني 100%. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. شوف لي فين الولاد والداده. طيب انا غلطانه يا فرج، انا سمعت كلامك وجيت معاك. تعالى ما تخافيش، اتفضل. انا مش فاهمه انا مقبوض عليا ليه. يا فندم مدام زهرة وصلت مصر بناء على إعلام من المحكمة، يعني المفروض يفرج عنها فورا. دي إجراءات إحنا بننفذها. مدام زهرة كان مترقب وصولها، فكان لازم أول ما توصل نقبض عليها. إنما مسألة الإفراج عنها بقى دي تخص النيابة أو المحكمة اللي بتنظر القضية. يعني هي وضعها إيه دلوقتي يا فندم؟ يعني وضعها لازم تنزل الحجز مع المحبوسين. انت بتقول ايه؟ بقى مدام زهرة مرزوق تنزل الحجز؟ هي اللي انت بتقوله ده يا ست اللواء؟ مش أنا اللي بقول، القانون هو اللي بيقول. القانون ده يطبق على اي حد غيري. يا ترى انت فاهم الكلام ده ولا تحب اخلي الاكبر منك يفهمه لك؟ ايه ده يا زهره مش كده؟ يا شيخ اوعى الزرقيه اوعى. الحجز اهي. شوف يا اسماعيل بيه، الموضوع ده لازم يدرس كويس، لاننا مش معقول يعني هنفضل ناخد قروض كده من غير اي ضمانات. لحظه واحده يا اسماعيل بيه. لا مؤاخذه يا اسماعيل بيه، من ناحيه بقى الترتيبات بتاعت موضوع الانتخابات دي اطمن خالص، طالما هتحط في بطني بطيخه صيفي، اصلي بموت في البطيخ. صدقوني يا جماعة ما ينفعش، دي إجراءات ولازم ننفذها. هو ايه اللي ما ينفعش؟ يا اما ترميني في الحجز يا اما ما ينفعش. هو في ايه؟ انت حد مسلطك عليا ولا ايه؟ يا مدام زهره من فضلك اهدي شويه. الباشا ملوش دعوه بحاجه، هو بينفذ التعليمات. دي مش تعليمات، ده قانون. دي إجراءات شكلية يا مدام زهرة. ما تعمل حاجه يا متر. انا غلطانه يا فرج، انا غلطانه ان انا سمعت كلامك وصدقتك وجيت معاك. والله يا زهره ما كنت اعرف ان حاجه من دي هتحصل، صدقيني. فعلا يا مدام زهرة الحاج ملوش دخل في أي حاجة من اللي بتحصل دي. على العموم ما تخافيش، ما تخافيش، انا معاكي مش هسيبك. لا لو سمحتوا انتوا بقى اتفضلوا يا حضرة الظابط، خد المدام نزلها على الحجز علشان بكره تتعرض على النيابه. يا اهلا يا اهلا، اتاري الحجز نور اول ما دخلتي. مالك يا حلوة شايلة طاجن ستك ليه؟ انا مش عايزه واحد تقرب مني، اللي هتقرب مني هجيبها نصين. انتوا فاهمين؟ بس تبان عليها لعبة. فرق ده المفروض ادخل معاهم وانا مش محامي برضه ولا ايه؟ خليك هنا على المعروف عشان بدل ما يفرجوا عنها يحبسوها. كده برضه يا حاج، انا فوزي العدوي الشمشرجي المحامي يا حاج، وانا اللي بقول عليك ان انت احسن واحد في اللي اتجوزتهم زهره، بقى تديهم لي يعني؟ ماشي يا حاج، مقبوله منك. انت قلت عني كده؟ برضه خليك واقف معايا. انت ليه لما بعتوا يستدعوكي عشان تحضري قدام النيابه هربتي؟ انا ما هربتش، انا ما استلمتش الاعلان. المتهمة كانت مسافرة في شغل يا فندم. شغلك ده هنا ولا بره؟
هنا وبره. وشغلك ده بيستلزم انك تقعدي خارج مصر حوالي شهرين؟ ساعات اكتر كمان. بدليل يا فندم لما السفاره المصريه في لندن بلغتها بالاعلام راحت استلمته وحضرت على طول. عشان كده انا بلتمس من سعادتك اخلاء سبيل المتهمه من سرايا النيابه، وخصوصا ان المتهمه على ذمه قضيه جلستها بعد 3 ايام. يعني سعادتك لسه ما صدرش ضدها اي حكم جنائي، وسعادتك عارف ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. وادي يا فندم الاعلان اللي استلمته المتهمه من السفاره بيؤكد دخولها البلاد دخول قانوني، يعني مش جايه مترحله ولا مقبوض عليها من هناك. وعشان كده انا مصر على طلب الافراج عنها من سرايا النيابه. بس الافراج ده مش وجوبي، دي سلطه تقديريه للنيابه. انا مع سعادتك يا فندم، بس المفروض انها تسلم نفسها للمحكمه، واحنا واخدين اذن من المحكمه بكده، والاعلان اللي مع سعادتك بيقول كده. انت هتعلمنا شغلنا، ده قرارنا. اكتب يا سيدي: امرنا نحن رئيس النيابه بالتحفظ على المتهمه زهره على الله مرزوق واعادتها لمحبسها لحين ميعاد الجلسه. اتفضلي امضي. ايه عملتوا ايه؟ خدت افراج؟ حكمت المحكمة حضوريا أولا ببراءة زهرة على الله مرزوق من تهمة تعدد الأزواج المنسوبة إليها وبصحة زواجها من زوجها الأول جلال عطية. ثانيا إحالة خليل على الله مرزوق إلى المحاكمة. رفعت الجلسة. ليه؟ أنا كنت خايف عليها وتحميها. كنت خايف عليها وتحميها. أنا مطلوب. بعدين يا بنت بتعمل ايه؟ زهرة لسه على ذمتي، أنا ما طلعتهاش. شوف يا حاج، زهره دلوقتي مراد جلال. طب وابني يا أبو اليسر اللي خلفته من زهرة؟ ده ابنك ومنسوب ليك، وبرضه ابن ماجد منسوب ليك. أيوه، بس هي مش عايزة تعيش مع جدع ده اللي اسمه جلال. خلاص تقدر تخلعه، وانا مستعد ارفع لها قضيه خلع واخلصها منه على طول. هي دي أحسن حاجة، قضية الخلع. بص يا جلال، حكايه ان انا ارجع اعيش معاك تاني ديت لازم تعرف انها من رابع المستحيلات. رابع المستحيلات ده يا ماما اذا كانت المحكمه حكمت ان جوازنا صح، ولا انت عايزه تدخلي نفسك في مشاكل تاني؟ ما تهدى علينا بقى يا عم الاستاذ. دلوقتي القانون ادى موكلتي حق انها ترفع عليك قضيه خلع وتدفع لك المصاريف اللي انت صرفتها عليها فقط. ده بالاضافه الى انها سابت لك الشقه بجميع ممتلكاتها، يعني سابت لك الجمل بما حمل. لا يا بنت، انا سبت الشقه بس سبتها بالعفش، ومعرفش بقى هي اتصرفت في العفش ازاي. يا جلال انا ما رجعتش بورسعيد من ساعه ما اتطلقت منك، والعفش اللي انت بتتكلم عليه ده معرفش هو حتى فين. بس عموما يا سيدي ولا تزعل نفسك، شوف التكلفه كام وانا هدفعها لك. تدفعي له ايه؟ العفش وممتلكات شقه الزوجيه من حقك يا مدام. اللي المفروض تدفعه له مجرد المصاريف اللي صرفها عليكي زائد المهر. شوفي بقى صرف عليكي كام في الكام شهر اللي عاشهم معاكي وادفعهم له. قلت ايه يا جلال؟ تحب بقى نقضيها محاكم ويبقى شكلك وحش قدام الناس، وساعتها مش هتاخد مني ولا مليم غير حاجه قد كده صغيره، ولا تحب اديك بقى مبلغ كبير قوي عمرك ما كنت تحلم بيه، يعني تبتدي حياتك من اول وجديد؟ عايزاك تفكر كويس وتقول لي. بعد العز اللي انت فيه ده كله عايزاني افكر؟ لا ده جميل قوي اللي بيحصل ده. وهتدفعي كام؟ بس يكون في علمك مش هدفع ولا مليم غير بعد الطلاق، وكل ده هيحصل على ايد محامي فوزي يعني. وانا موافق بس بشرط، المبلغ اللي هنتفق عليه يا ماما لازم يتكتب في قسيمه الطلاق كدين واجب الدفع عشان اضمن حقي يا ماما. وانا موافقه يا جلال. على خيرة الله، نتفق بقى. هتدفعي كام يا حلوه؟ في الحقيقة هي عرضت عليا عرض، لكن أنا شايف إنه محتاج تفكير. وإيه اللي مش عاجبك فيه؟ قليل. قليل؟ يعني أنت يا أخي كنت صرفت عليها قد إيه؟
انت برضه مش واخد بالك يا حاج. مش واخد بالي من ايه بقى؟ يعني زهرة لما انا اتجوزتها كانت مش لاقيه وكانت محتاجه اللي يصرف عليها، لكن دلوقتي زي ما انت راسي الظروف اتغيرت. ايوه شوف يا جلال، تظهر يا ابني غاوي بهدله وشحطاطه في المحاكم. صدقني بقى، انا المحامي بتاعي والاستاذ فوزي كمان قالوا لي انها لو رفعت عليك قضيه خلع يبقى ساعتها بقى تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر لو طلعت لك ب 5000 جنيه. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حاج؟ يعني هو القاضي اللي هيحكم ده ما عندوش تقدير؟ تقدير ليها ولا ليك؟ ما هو ساعتها المحامين بقى هيقولوا لك انت صرفت عليها قد ايه. خلاص خلي القضية تاخد وقتها بقى، 2 3 4 وهي برضو هتفضل مراتي وتحت طوعي. مين قال لك الكلام ده؟ ده انت متهيألك بتحلم. المسألة كلها هتاخد لها 3 4 شهور وكل واحد يروح لحاله، ولو هتلابط بقى مش هتخلص من اذيتها. دي ست قادرة وعندها رجالة يقدروا يخلوك بدل ما انت اسمك جلال هتبقى جليلة. انا مش خرنج يا حاج ومحدش يقدر يضربني على قفايا. اسمع يا جلال، انا هزودك على الفلوس اللي هتديها لك 1,000,000 جنيه كمان. حلو؟ يعني انت هتطلع بالجوازه الارديحي دي ب2 مليون جنيه عمرك ما كنت تحلم بيهم. اوعى تقول لي سيبني افكر، احسن بعدين والله ارجع في كلامي.